النهارده وبيعرضوا عليه انه يروح معاهم، لكن هيون بيرفض وبيفهمهم انه عنده مذاكره كتير. وفي نفس اليوم هيون بتجيله رساله من واحد صاحبه بيبلغه ان ميعاد تسليم البحث اللي المفروض كانوا يعملوه اتاجل، فبيفرح هيون جدا وبيتصل بصاحبه وبيعرفه انه هيروح لهم. ولما بيلاحظ ان اهله متجمعين قدام التلفزيون بيستغل الفرصه وبياخد مفاتيح التاكسي بتاع ابوه من غير ما حد يلاحظ وبيمشي. واثناء ما كان واقف في اشاره بتركب معاه بنت اسمها جوك، وبيتكلم هيون معاها وبيعرفها انه مش شغال بالتاكسي حاليا، لكن جوك بترفض تنزل وبتفهمه انها ممكن تبلغ عنه بتهمه انه بيرفض زبونه. وبيلاحظ هيون انه معطل الطريق وان في عربيات كتير واقفه وراه، فبيضطر ياخد جوك ويمشي علشان يوصلها للمكان اللي هي عاوزاه. وبيقف هيون في بنزينه علشان يفول العربيه ويشتري حاجات من الماركت. ولما بيخرج بيلاحظ ان في واحد واقف قدام التاكسي وبيبص على جوك بطريقه غريبه، فبيستغرب جدا لكن مش بيركز في الموضوع. وساعتها هيون بتجيله مكالمه من اصحابه وبيسالوه عن السبب اللي خلاه يتاخر، فبيعتذر لهم هيون